الاقتصاد اليمني على شفير التعثر، عبارة تأكدت مبرراتها مع اندلاع شرارة الحرب الأهلية نتيجة سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية بأيلول الماضي بخطوة وصفت بالانقلاب العسكري، وبيوضع التدهور الأمني اليمن على حافة الانهيار اقتصاديا، وبيهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية بالبلاد اللي بيعيش فيها أكثر من 60% من سكانه تحت خط الفقر، أي بأقل من $1.25 يوميا، منهم أكثر من 10 ملايين شخص مهددين بانعدام الأمن الغذائي ونسبة بطالة بأكثر من 64%. والأزمة الجديدة أدت لهروب استثمارات بأكثر من $2 بسبعة أشهر، وخروج كبرى الشركات النفطية من البلاد اللي بيساهم إنتاج النفط بأكثر من 30% من إجمالي ناتجها المحلي، وأكثر من 75% من موازنة الدولة. كما وأدت التطورات الأخيرة لتوقيف البنك الدولي برامج استثمارية ب$100 مليار، وتجميد الدول المانحة دعمها المالي لليمن لحين عودة الشرعية مع حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي وانسحاب الحوثيين. وبمؤشر خطير أكد المركزي اليمني أن احتياطي النقد الأجنبي لديه ما بيغطي أكثر من 5 أشهر من الواردات الخاصة بالسلع والخدمات، وكشف أنه مداخيل البلاد من صادرات النفط هبطت ب 37% العام الماضي لقرب $1.7 مليار نتيجة الهجمات المتكررة على أنابيب النفط والمعارك مع الحوثيين. وباختصار، المعركة اللي أعلن عنها الحوثيين ورد التحالف العربي بقيادة السعودية بشأن عملية عاصفة الحزم، من المتوقع أنه تعمق أزمة اقتصاد اليمن اللي من المنتظر أنه يسجل انكماش بأكثر من 12% هالسنة.